إيش اللي حاصل يا تعز؟ إيش اللي حاصل يا الشرعية؟ هل ممكن تفسير لما حصل في منطقتكم والمناطق الآمنة الذي تحت سيطرة الدولة؟ هل يعقل الجرائم هذه كلها تخفى علينا؟ الشاب أنور منصور الهلالي مغترب، ربي موسع عليه رزقه في الغربة، سافر إلى أرض الوطن حبا وانتماء، شوق لوطنه الحبيب، كان يقدر يخلص أي أوراق يريدها، تجديد جواز من داخل المملكة، قال لا، حسافر وأشوف بلادي وإن جارت علي عزيزة، وسافر بسيارته الخاصة. والله يا شباب إنه قصته تدمي القلب، سافر ويا ريت ما سافر، ولكن قدر الله ما شاء فعل. سافر وأبناء اللي ينتموا للدولة هم من كانوا سبب في أذيته، هم من كانوا سبب في إنهاء حياته. اللواء 170 أفراد اللواء 170 نصبوا له كمين محكم، قضية مدبرة دبروها، ومسكوه صاحبه واتهموا تهمة ما تدخل العقل، حولوه إلى شرطة عصيفرة، بينما صديقه حولوه إلى اللواء 170. الشباب لما عرفوا انه بشرطة عصيفرة اتصلوا قالوا لهم بكرة نطلعه، الوضع عادي، مسكوه بالليل حيطلعوا، ما عليه شيء، بيطلعوا الصباح جاءوا قالوا عسكري مفتاح معه، حيجي الظهر جاء، يا جماعة الخير ايش اللي صاير؟ العصر نتفاجأ ان الولد قتل. وايش الدافع اللي سووه؟ قالوا انتحر. كيف انتحر؟ ايش الدوافع اللي تخلي شاب ربي فاتح عليه ابواب الخير، شاب بكامل عقله ينتحر؟ كيف دخل الى الزنزانة هذه وانتحر؟ وايش المؤهلات اللي خلته ينتحر؟ يا جماعة الخير ارحموا عقولنا. طمعتم بالسيارة، طمعتم بالمال اللي عنده، ليش تأخذوا حياة الرجال هذه بالطريقة المأساوية هذه؟ وين بتوقفوا امام ارحم الراحمين؟ بعد ما اتأكد الطبيب الشرعي واثبت، عملوا شوف اللي اقسم بالله هذه ايش من دولة، عملوا قرار امر قهري وكتبوا اسماء الاشخاص انه عليهم امر قهري. لا، الامر القهري لما يكون السبب مواطن او متقطع، لكن لما يكون من ابناء الدولة ومن يحموا المواطنين هذا لازم تحضره، لازم يا اللواء 170 لازم يا الشرطة تحضروه، ما تكتب لي امر قهري. هذا يعني باب وحبل انهم يخلعوا من القضية كلها. حضروهم، حاسبوهم. هذا الشخص كشف أشياء كثيرة حصلت في تعز وما حد درى عنها، هذه قضية واحدة بس كشفت. جيبوا الأشخاص هذا وحاسبوهم. لا تقول لي أمر قهري وتدي لي ورقة وتدي لهم سلم نجاة إنهم يطلعوا، لا، هم تحت مسمى اللواء هذا يحضرهم ويجيبهم يحاسبهم ويكشف قضايا كثيرة صارت في تعز. ايش القهر هذا اللي توصلوا لكل بيت؟ امسكوا المجرمين، خلونا نطلع بدولة. هذو ما يمثلوا احد. هذا المفروض اذا كنتم انتم عارفين اعمالهم جيبوهم، حضروهم، خلوهم يتحاسبوا تحت عمايلهم. لا تكونوا انتم ستر لهذو الاشخاص، تكتب لي امر قهري تقول لي يلا روح دور بعد. لا، حضروا انت يا اللواء، تحضر الشخص هذا، تحضروا الاشخاص اللي ذكروا. والله شيء يقهر. انتم سويتم كارثة بعائلة كاملة، سويتم كارثة بوطن. الى متى وهذا القهر؟ نتمنى اذا كان الوطن يهمكم ارواح المواطنين ان تحضروا هذو الاشخاص وان تحاسبوهم حساب عسير، وأن تكشفوا قضايا كثيرة سووها تحت هذا الكمين وهذه المسميات اللي يرموها على الناس. إلى متى وإحنا ساكتين على الأشياء اللي تصير؟ هذه القضية لا ينسكت عليها.